السلام عليكم، اهلا بيكم معايا على قناة وصفات ومنوعات مع فاتن. النهاردة هعمل كب كيك الشوكولاتة، سهل ولذيذ واقتصادي جدا جدا، او كيكة الشوكولاتة يعني. طعمها لذيذ جدا وهشة وطرية حلوة قوي، هتعجبكم وناجحة 100%. يلا بقى نشوف هنعملها ازاي ونشوف طريقة التحضير والمقادير مع بعض. بس ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تدعموني باللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا بقى نشوف هنعمل احلى كيكة شوكولاتة او كب كيك شوكولاتة، سهل وسريع واقتصادي وناجح 100%. يلا بينا. اهلا بيكم مرة تانية، ودلوقتي بقى هقول لكم مقادير كيكة الشوكولاتة او كب كيك الشوكولاتة. تعجبكم قوي، نقدر نعملها كمان في قالب واحد مقاس 20. هتبقى حلوة جدا ومرتفعة كمان، بس ما نكترش عن 20 يعني علشان تبقى عالية معانا وحلوة. او نقدر نعملها كمان في قوالب الكب كيك، هتبقى حلوة وسهلة ولذيذة واقتصادية وناجحة 100%. دلوقتي عندي هنا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، وعندي كوباية من اللبن بدرجة حرارة المطبخ، برضو نخلي بالنا ما يبقاش في حاجة ساقعة. وعندي نص كوباية من الزيت، زيت يكون نضيف شوية. وعندي بقى هنا كوباية الا ربع من السكر البودرة، انا طحنته علشان بس عايزاها تبقى ناعمة كده ما فيهاش يعني حبيبات. وعندي معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وعندي معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وعندي باكو من الفانيليا، وعندي بقى كوباية ونص من الدقيق، وانا كنت نخلته قبل كده وشايلة منهم معلقتين بالظبط اللي هما بديل الكاكاو الخام. يعني ده كوباية ونص من الدقيق، شلت منهم معلقتين واستبدلتهم بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام. ونخلي بالنا كل المكونات تكون بدرجة حرارة المطبخ، مفيش حاجة من التلاجة. دلوقتي هفضي باكو الفانيليا في البيضتين، وهضيف لها كمان معلقة كبيرة من الخل الابيض. الخل طبعا حلو قوي في الكيكات، بيشيل الزفارة نهائيا بجد، وعامل يعني محسن كيك حلو قوي قوي، ما استغناش عنه في كل الكيكات وجميع الكيكات. انا بنعم بس البيضتين كده مع بعض، وعلى فكرة يعني هم كمان بيضتين صغيرين مش كبار قوي. وهتشوفوا دلوقتي الكيكة هتظبط معانا وهتبقى حلوة جدا وناجحة 100%. اتمنى بقى تجربوها بطريقتي وتقولولي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تدعموني باللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعارات بالفيديوهات الجديدة. دلوقتي بقى جبت البولة بتاعتي والمضرب اليدوي، وهضيف البيض اللي انا خلطته مع الفانيليا ومعلقة الخل، وهضيف عليهم السكر البودرة بتاعي، كوباية الا ربع من السكر البودرة. والسكر ده كده ظابط الكيكة قوي، يعني لو عايزة بقى تزودي براحتك، بس هو كده مظبوط قوي. كده بقى انا بخلط السكر، بنعمه كويس جدا مع البيض والفانيليا ومعلقة الخل زي ما احنا شايفين كده. كل الخطوات قدامك اهي، وسهلة ومفيهاش اي صعوبات. دلوقتي هنزل بقى بنص كوباية من الزيت. دي الكوباية دي صغيرة، انا يعني معايرة نص كوباية من الزيت، المج اللي هو العادي زي مج اللبن ده كده. وبخلط كويس، هي مش محتاجة بقى مضرب كهربا ولا حاجة، كله كده بالمضرب اليدوي
عادي وبسرعة، هتعمليها في ربع ساعة، يعني مش هتاخد وقت خالص، 10 دقايق كمان. وهقلب المكونات كلها السايلة مع بعض. زي ما احنا شايفين كده. وعندي بقى الكوباية ونص الدقيق دول، هضيف عليهم معلقتين كبار من الكاكاو، بس انا شايلة معلقتين كبار من الدقيق من المعيار اللي قدامنا ده، استبدلتهم بمعلقتين من الكاكاو الخام، وعليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح صغيرة طبعا علشان هي اللي بتظبط طعم الكيك. وهقلب المكونات الجافة دي مع بعض. ونخلي بالنا انا نخلت الدقيق ده مرتين علشان الكيكة بتاعتي تطلع كده ناعمة وحلوة وهشة. يعني كل الحاجات دي بتختلف طبعا، بتفرق كتير في الكيك وعوامل النجاح بتاعة الكيك. لازم طبعا نبقى نخلين الدقيق، ولازم المكونات اللي هنشتغل بيها تكون بدرجة حرارة المطبخ. ما يكونش البيض مثلا جايبينه من التلاجة ساقع ونجيب اللبن ساقع، لا، لازم كل حاجة تكون بدرجة حرارة المطبخ. غير كمان اننا نبقى مولعين الفرن ونسخنه قبليها، واحنا بنشتغل كده نولع الفرن ونظبط درجة الحرارة على 160 لو هتعملي كب كيك، علشان طبعا الكب كيك مش بياخد وقت خالص في الفرن، وعاوز درجة حرارة هادية، مش 180، 160. وهدوب بقى كده بقية الدقيق كده كله على بعضه. نخلط بقى كويس وننعم كده كويس. القوام بتاعي هيبقى متوسط، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. طعمها تحفة بجد، لازم تجربوها بقى وتقولولي رأيكم في التعليقات. ولو في اي استفسار اكتبولي في التعليق وهرد عليكم ان شاء الله. سهلة ولذيذة وحلوة قوي. وما تنسوش تدعموني باللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كده بقى انا خلاص كده خلطت كويس جدا وبقت ناعمة معايا ومفيهاش اي تكتلات. نتأكد من كده، يعني نتأكد ان احنا دوبنا كل حاجة كويس عشان ما يبقاش الكيكة من جواها كده حبيبات دقيق ما اتخلطتش زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي بقى هجيب الكب كيك بتاعي السيليكون، وهجيب الصاج بتاعي علشان انزل دلوقتي بالمكونات بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. ممكن بقى لو عندك قالب ألمونيا او عندك كب كيك اللي هو التيفال ده، القطعة الواحدة ده، تعملي فيه، يعني مش هيقول لأ. دلوقتي بقى هنزل كده بمعيار الكب كيك، الكيكة بتاعتي، بالمعلقة كده بالراحة علشان طبعا ما يدلقش مني في الصينية. ونخلي بالنا كده واحدة واحدة، وما نملاش قوي الكب كيك، نخلي بالنا علشان نخليها يبقى فيه كده براح وتقدر ترتفع براحتها وتستوي. فطبعا مش هنملأ الكب كيك للآخر، يعني 3/4 الكب كيك كده عشان نديله فرصة يرتفع براحته. نوزع الكيكة كده في الكب كيك، وممكن زي ما قلت لكم نحطها في قالب كبير، صينية عادية يعني مدورة بس مقاس 20، علشان طبعا المكونات دي يعني قليلة شوية، فنحاول نصغر القالب علشان تطلع مرتفعة معانا. ولو اتعملت برضو في 22 هتبقى برضو حلوة وكويسة.
بس انا بقول يعني مقاس 20 هيبقى حلو قوي. اوزع الكيكة بقى كده في الكب كيك. قد ايه القوام حلو قوي وناعم وريحته تحفة بجد. لازم تجربوه بجد، لازم تجربوها، هتعجبكم قوي. يلا بقى تشجعوا كده وقوموا اعملوه بقى للولاد وفرحوا الولاد في البيت. بيفرحوا قوي بالحاجات الحلوة دي، مفاجأة كده بتبقى حلوة قوي. وبيفرحوا كده لما تعمليها مفاجأة وتدخلي المطبخ كده وما تقولولهمش، هما بقى يشموا الريحة ويقولولك ايه يا ماما، ايه الريحة الجميلة دي جاية منين؟ فانتي ايه تبقي عاملاها لهم مفاجأة بقى يفرحوا قوي. كده بقى انا وزعت الخليط بتاعي وفاض شوية. طبعا مش هنرميهم، هحطهم في قالب صغير عندي وهوريهولكم عامل ازاي. كله هيتاكل. كله هيتاكل. بس هحاول بقى ان انا يعني اخلي الكمية كده كلها مقاس بعض. واللي وقع مني ده بقى هحاول انضفه كده علشان ما يتحرقش مني ويلزق في الصينية ويتحرق بقى ويضايقني وانا بغسلها وبنضفها. نخلي بالنا ننضف اللي بينزل ده في الصينية عشان ما يتحرقش. سهلة قوي وما خدتش وقت وكلها كده يدوي، ولا خلاط بقى ولا مضرب كهربا. هحاول بقى ان انا الزيادة احاول كده ان انا اخده واحطه في حتة تانية تكون ناقصة شوية علشان برضو اخلي فيه مكان للكب كيك ان هو يرتفع ويستوي معايا، يكون فيه مكان. لان طبعا نخلي بالنا لو مليناه على الاخر هتفور مننا ومش هتبقى شكلها حلو. ودلوقتي بقى الكيك بتاعي خرج من الفرن، بصوا بقى ما شاء الله شكله تحفة بجد، حلو قوي يفتح النفس وبرد بقى كده تماما زي ما احنا شايفين كده. شكل النجوم بقى والمربعات الله عليهم بقى، شكلهم حلو قوي بجد يعني. ودي الشوية اللي هم فاضوا حطيتهم في القالب ده عندي، بصوا عاملة ازاي هشة وطرية قوي قوي. دلوقتي هفكهم بقى من القوالب السيليكون بتاعهم وهوريهولكم، بصوا عامل ازاي طري وهش قوي قوي حلو قوي. هفك بقى كل واحدة كده، بصوا ما شاء الله عليت قوي ازاي، تحفة بجد وشكلها روعة. الولاد بيفرحوا قوي بالحاجات دي، يعني حاجات بسيطة جدا بس وما بتاخدش وقت، بس بيفرحوا بيها قوي يعني بجد، حلو جدا. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تدعموني باللايك والشير. بص طرية وجميلة ومستوية وهشة قوي. هفكهم بقى كده وهرجع لكم تاني، خليكم معايا. ودلوقتي بقى عندي الكيكة دي اللي انا عملتها في القالب، بقية المكونات يعني اللي انا حطيتهم في القالب ده بتاع الكيك. وبحاول بقى ان انا افككها كده بالسباتيولا، حاجة كده تكون طرية. هي السباتيولا حلوة قوي لتفكيك الكيك واحدة واحدة علشان هي هشة وطرية قوي. بسم الله كده انا قلبتها، هي طرية جدا، نخلي بالنا علشان ما تتقطعش. كده اتقلبت معايا كويس بكل سهولة.
مش قادرة يعني امسكها بالراحة قوي علشان ممكن تتقطع. خليها كده في الصينية علشان ازينها بقى بصوص الشوكولاتة. عملت انا بقى صوص شوكولاتة كده، هكتب لكم المقادير بتاعته في صندوق الوصف. سهل قوي، يعني عبارة عن كاكاو خام كده في الخلاط ومعاه لبن مع سكر. هكتب لكم المقادير بالظبط في صندوق الوصف. هنزل بقى كده على الكب كيك بتاعي بالشوكولاتة اللي انا عملتها دي، صوص الشوكولاتة. يعني بننزل كده عشوائي بالمعلقة، اي تزيين كده بس يدي شكل والولاد يفرحوا بيه. طعمه تحفة وحلو جدا، هيعجبكم، لازم تجربوه. بصوا قد ايه صوص الشوكولاتة ناعم. وهنزل كمان على الكيكة بتاعتي المدورة دي، حلوة قوي، شكلها عامل زي الدوناتس، عاملة زي وحدة الدوناتس كده الكبيرة. هنزل عليهم بقى كده بالفارميسيلي اللي هو الملون، حلو قوي. الولاد بيفرحوا بيه برضو بالحاجات اللي هي بتتزين بالالوان دي، بيحبوها قوي. وحاجات سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص. ادى بس لمسة كده جمالية وحاجة حلوة، احلى طبعا بكتير من اي حاجة تشتريها لهم من بره. بقى الكيك بتاع بره ده اللي هو اللي في الورق، طبعا ما بيبقاش يعني في بقى مواد حافظة ومش ضمناه برضو. فانت تعملي لهم حاجة في البيت مضمونة وبايدك ونضيفة في البيت، طبعا ده بيبقى احلى بكتير. هنزل بقى كده على الكيكة بتاعتي بصوص الشوكولاتة اللي عملته ده، نفس التزيين كده، مجرد بس الشكل كده اغطيها بصوص الشوكولاتة، تدي لمعة وكمان طعم حلو قوي. حلو قوي يا جماعة، لازم تجربوها بقى وقولولي رأيكم في التعليقات، ولو في اي استفسار اكتبولي وانا هرد عليكم. حلو قوي، والريحة كمان جميلة جدا جدا، ريحة الشوكولاتة اللذيذة. ودلوقتي بقى ده الشكل النهائي للكيكة بتاعتي، كيكة الشوكولاتة حلوة وسهلة وسريعة. وبصوا قد ايه هشة وطرية، شكلها يفتح النفس، لذيذة جدا جدا. بصوا طرية كده وعاملة زي السفنجة، يعني زي الكيكة الاسفنجية كمان. بصوا ما شاء الله تحفة. اما ادوق بقى كده، الله يا سلام على الطعم الجميل، اكيد هتبقى احلى مما تتخيلوا. يعني بجد حلوة جدا جدا، طعمها بجد تحفة تحفة وطرية، وبجد والله مش محتاجة اي حاجة. طعمها لذيذ جدا جدا وناجحة 100%. يلا جربوها بقى، وما تنسوش تدعموني باللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واستنوني في فيديو جديد على قناتي وصفات ومنوعات مع فاتن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.